معاكم ابراهيم توفيق عكاشة في امسك لسانك، ويا رب يعرف يمسك لسانك. وانا المره دي شكلي مش هعرف امسك لساني. انا الصراحه دمي محروق ومحروق قوي. محروق ليه؟ محروق عشان احنا لما جينا الدكتور توفيق مرضاش يترشح، قعدنا نفكر ونختار في العيله مين افضل حد ممكن يترشح مكان دكتور توفيق، يبقى فاهم قانون ويعرف يخدم مصالح الشعب ويخدم اهل بلده واهل قريته. وتعب جدا في المرحلة الانتخابية والانتخابات، وتعب جدا، تعب. يعني انا كنت ساعات اشوفه او ابص على ابن عمي، كنت اللي هو يعني مجهود جبار. وكل ده ليه؟ عشان عاوزين نعمل حاجة، معانا رسالة وعاوزين نوصلها، وعاوزين ندي للناس حقوقها وحاجات كتيرة قوي كده. مجهود على الارض كبير قوي. مش هينفع ان انا اشرح لكم المجهود ده ايه، بس مجهود وسهر ليالي. في الاخر ابص على الجلسة الافتتاحية، حاجة يعني مش عارف اقول لكم مين. احنا نجيب صالون بيوتي، اسمه بيوتي ايه يا دكتور؟ بيوتي سنتر سعدية. بيوتي سنتر سعدية. نجيب بيوتي سنتر سعدية كانت تفتتح هي الجلسة. والله. وتشوف بقى ايه اكتر واحدة عاملة روج واكتر واحدة عاملة كونتور، والكونتور بقى معمول له بلند كويس ولا مش معمول له، ولا بيتقال عليه ايه بلند برضو يا دكتور؟ اللي هو الدمج يا سي ابراهيم. الدمج، ايوه. عامله دمج للميك اب كويس ولا لا؟ ايه ده؟ وكل ما اجي اقرا سيره ذاتيه لواحده الاقي ايه، قالوا كاتبين اسمها وبعد كده نقطتين، الاب نقطتين وكذا. قال لي ايه يا اخويا دي؟ ايه المسخره دي يا خرابي؟ تعبنا ومجهودنا وسهر الليالي راح على الفاضي، ورحنا في داهية. في الاخر لقينا قاعد جنبنا وحده بتقول لك هو الميك اب مظبوط ولا مش مظبوط، ولا ان شاء الله شكل الجلسه هتقف عشان ضفيرها اتكسر. يخرب بيتكوا جابولتولنا الجلطه، كاتكم البلا. ايه ده؟ على فكره انا مش بعلق على النساء، يعني النساء في كوادر قوية جدا وموجودين دلوقتي كمان في المجلس ناس اقوياء جدا، والمجلس القديم ناس اقوياء جدا. ليه بقى شوية البهارات المعفنة اللي في الاخر دي؟ ليه يعني؟ مش فاهم والله العظيم. فعلا احنا يعني مش عارف. هو البيوتي سنتر اخركم، البيوتي سنتر يا وليه. يا دكتور هشام شكلك هتتسوح في الجلسه هتقف عشان الضفر اتكسر والكونتور مش مظبوط والاي ناي بايظ. الاي اسمه ايه؟ اي لاينر يا سي ابراهيم. الاي ناي. انا اعتذر لجميع النواب الفردي ولا المستاذ. صحيح. ده انت بقول لك ايه، لو دخلت مش عامله المستاج هتترفدي. انا ابويا اترفض عشان موضوع السفير الاسرائيلي، لا احنا بقى هنرفدك عشان مش عامله المستاج كويس. فاكره رئيس الرئيس السابق عبد العال لما قال لاحمد، للاستاذ احمد، ده لبس غير لائق يا استاذ، في مش ما ينفعش تخش المجلس، هو احنا في ملعب كوره؟ لا بقى احنا بقى هنا مش عارف ممكن نوقف الجلسه على ايه الصراحه. مش عارف. هو ممكن حضرتك تزعق وتقول ايه للاستاذه؟ استاذه ما يصحش، الميك اب بايظ، ما تطلعيش، ممنوع، في احترام للمجلس، لازم الكونتور يبقى مظبوط والاي 99 مظبوط والشنب معمول، ولازم المستاش يبقى محلول.
الله يخرب بيوتكم، وديتونا في داهيه. ايه ده؟ ايه المسخره دي؟ فين الكوادر بتاعتنا يا جماعه؟ انتوا ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ وبعد اذن الصحافه والاعلام خفوا بقى علينا شويه يعني. في ناس كتير في المجلس ذات قيمه وقام، هي دي الناس اللي تزوروها. لكن مش بعد فتحه بعد اول جلسه طلعين لي ايه ده؟ حلوه ولا مش حلوه ولا ايه ده؟ خرا كاتكم البلا، عرتونا، مجهودنا راح وتعبنا. كان نفسي انا والله، بصوا عيني والله العظيم فيها رغرغه من، يعني مش مصدق يعني يا جماعه، اقسم بالله. في ناس انا كنت بروح ابص عليها ساعه المرحله الانتخابيه. يا جماعه الناس تعبت، ناس تعبت. ايه ده؟